الزومبي واش غيخوها في هاد الافلام ولا عنده شي من الحقيقه في التاريخ البشري؟ اليوم غادي نغوصو بواحد من اشهر المخلوقات اللي الحديث عليه الافلام مكيموتوش ابدا، الزومبي. اول اشهر ديال كلمه زومبي ماشي جا من هوليوود، بل من واحد البلاصه بعيده تماما في هاد البلاد. كانت ديانا اسمنتها الفودو، وناس كانوا كيعتقدوا بلي السحرة قادرين يحييو الميت، ولكن بدون عقل بدون نفس، يكون غير جسد متحرك. هاد الفكرة ما كانتش غرب، ولكن كانت رمز للعبودية، لأن العبيد في داك الوقت كانوا كيقولوا أسوأ من الموت هو أنك تبقى حي ولكن بلا حرية. ودابا اجي تفهم معايا كيفاش هوليود هي اللي بقلبات القصة. ثلاثينات كتاب وصحفيين مشاو لهايتي وعجبهم الموضوع، ولكن عملوه فيلم رعب. من تما بدات الافلام الاولى ديالهم، ولكن التحول الكبير جا من جورج روميرو، فيلم اللي تعرض في 1968. الاسم ديالو غنخليه يعني هو اللي خلى الزومبي كينتشر وكيقلب العالم في ساعات قليلة. ومن بعد فما بقاش غير وحش، فإذا به كيولي رمز للخوف من الأمراض ومن نهاية العالم، وحتى الخوف من التكنولوجيا. وكتبقى التساؤلات كتيرة. ودابا اجي نتمعنو فواش الزومبي ممكن يكون حقيقي علميا. ما كاين حتى دليل على ان الميت يقدر يرجع للحياة، ولكن كاين كائنات فعلا كتحكم في الجسم ديال الضحية وكتخليه يتحرك بلا إرادة. نعطيك مثال، فطر سميتو كيهاجم النمل وكيستولى على الدماغ ديالو وكيخليه يتحرك كيفما بغا هو حتى كيموت. بدات النظريات الخوف من المرض ممكن ينتشر في البشر ويخليهم بحال الزومبي. حاليا الجواب هو لا، ولكن الفكرة مخيفة بما فيه الكفاية باش تبقى حية. ودابا باجي نفهمو علاش الفكرة مازال كتنجح. الزومبي ماشي غير وحش، هو انعكاس للمجتمع، حيت كل عصا كيخاف من حاجة. وفي الاخير الزومبي ماشي مخلوق، الزومبي هو فكرة كتعاود تولد كل مرة مجتمع كيولي فيها خايف. ولكن السؤال اللي كيبقى يتعاود، الا ما كانش الزومبي حقيقي علاش العقل البشري مازال كيرجع لهاد الاسطورة؟ يمكن حيت اخطر حاجة بالنسبة لينا هي اننا نبقاو حيين ولكن بلا نفس. حتى لهنا ما بقى ليا نقول لكم من غير تهلا، ونشوفكم في شي تحقيق جديد ان شاء الله. ومحقق 1 بي او كان هنا. تهلاو.